السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. واخيرا الجمعة المنتظرة واللي هنتكلم فيها النهاردة عن تاني اهم فيديو، وهو ازاي احاسب نفسي او ازاي اراجع نفسي. بداية كده خلينا نعرف الاول ايه لازمة اني احاسب نفسي او ايه لازمة اني اراجع نفسي. طيب بصوا صلوا على النبي، في فوائد كتيرة اوي للموضوع ده، منه اني هصلح من نفسي على طول اول باول. هقلل من عيوبي بشكل كبير. طبعا مفيش حد خالي من العيوب، يعني احنا كلنا فينا عيوب، بس الفرق ما بين شخص مليان عيوب وشخص عيوبه قليلة جدا تكاد لا تذكر أصلا، هو إن ده بيحاسب نفسه على طول وده ما بيحاسبش نفسه. تمام. زي كمان إني هحسن علاقاتي، زي علاقتي بربنا أو علاقتي بالناس عامة. هوضح مسار طريقي، هنعرف ده كله دلوقتي إن شاء الله. وهشتغل على نفسي وأطورها على طول، وكل ده وغيرهم كتير طبعا هيسهل عليا حياتي وهيخليها أحسن وأجمل. تمام. طيب ازاي احاسب نفسي او ازاي اراجع نفسي؟ بصوا صلى على النبي، انا قسمت محاسبة النفس او مراجعة النفس ل3 اجزاء هنعرفهم كلهم النهاردة ان شاء الله، يعني هو في فيديو واحد مش في 3 فيديوهات يعني. تمام. طيب اول جزء هحاسب نفسي او ازاي احاسب نفسي او اراجع نفسي بناء على تفكيري وجهة نظري انا. تمام. تاني جزء ازاي احاسب نفسي او اراجع نفسي بناء على ردة فعل الناس. خلاص. طيب وتالت جزء ازاي احاسب نفسي او اراجع نفسي بناء على الحقيقة او الطرف التالت، وهنعرف ده كله دلوقتي. بس قبل ما ادخل في تفاصيل كل جزء هنعمل زي ما تعودنا، نقعد في مكان هادي لوحدنا مع ورقة وقلم ونبتدي نكتب الحاجات اللي انا هقولكوا عليها دلوقتي. طيب ندخل بقى في الجزء الاول، وهو ازاي احاسب نفسي او ازاي اراجع نفسي بناء على تفكيري انا ووجهة نظري انا. طيب الموضوع كله يا جماعة ببساطة اني هكتب الحاجات الوحشة اللي انا شايفاها فيا. تمام. زي مثلا ان انا اكتب انا مقصرة في ايه، واكتب كل حاجة بالظبط خلاص من كل النواحي، في علاقاتي اذا كانت علاقتي مع ربنا او مع الناس، او في دراستي او في شغلي اللي كنت بشتغل، او في حياتي الشخصية عامة. تمام. اكتب كل حاجة انا مقصرة فيها. زي كمان ان انا اكتب الحاجات الوحشة او العيوب الوحشة اللي انا شايفاها في نفسي ومأثرة على حياتي. تمام. زي كمان ان انا اكتب ايه الحاجات اللي بسوء التفكير فيها، زي مثلا ان انا باخد الكلام الوحش على نفسي دايما، وفي الحقيقة ممكن الكلام ده ما يكونش ليا اصلا. تمام. او ما يكونش عليا يعني. زي كمان ان انا بسوء الظن في تصرفات الناس اللي حواليا، وباخد الكلام بفهمه غلط، والمصيبة الاكبر ان انا بروح افهمه غلط، يعني بقوله للناس غلط. تمام. وهكذا يعني. خلاص. فالجزء ده يا جماعة انا بعمل فيه ايه؟ انا بكتب فيه العيوب اللي انا شايفاها في نفسي او الحاجات الغلط اللي انا بعملها، اذا كانت في افعال او تفكير او غيره. خلاص. طيب سؤال هنا، هي الحتة دي او النقطة دي احنا مش اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات اللي هو ازاي اكتشف نفسي؟ تمام، كويس انكم فاكرين. بس لو تفتكروا كمان ان انا قلت ان انتوا تكتبوا الاجابات بس، اذا كانت حلوة او وحشة تكتبوا الاجابة بس. في فيديو النهاردة ان شاء الله هناخد الاجابة دي ونبتدي ان احنا نصلحها او نحلها او نحسنها على حسب الاجابة اللي احنا كاتبينها. خلاص. يعني انتي قصدك تقولي انه فيديو النهارده مرتبط باجابات الفيديو اللي فات؟ ايوه، الله ينور عليكم. الفيديو اللي فات كتبنا الحاجات الوحشه، والفيديو ده هنبتدي ان احنا بقى نصلح الحاجات الوحشه اللي احنا كتبناها. خلاص. طيب نيجي بقى للجزء التاني، وهو ازاي احاسب نفسي او ازاي اراجع نفسي بناء على ردة فعل الناس. بصوا يا جماعه صلوا على النبي، في ناس كده بتفضل تقول ايه، انا كل الناس فهماني غلط، انا محدش بيحبني، انا محدش معرفش ايه، انا كل ما اصطحب على حد او اكلم حد يبعد عني، معرفش ليه. ما تعرفش ليه؟ يعني كل ده ما بيحلكش بحاجة خالص، يعني كل ده ولسه ما فهمتش ان انا فيها عيب او فيها حاجة خلت كل الناس تبعد عني او كل الناس معرفش ايه. تمام. فالوقت يا جماعة اللي الاقي نفسي فيه برمي العيب على كل الناس، لا، هنا ابتدي اقف وابتدي اراجع نفسي، اشوف ليه كل الناس تفهمني غلط. ما يمكن انا مثلا فاهماهم غلط، او يمكن انا معرفتش اوضح الحاجة دي فالناس فهمتها غلط. تمام. اشوف ليه الناس بتبعد عني، واشوف من انهي ناحية بالظبط. يعني مثلا لما اجي اقعد جنب حد بيقوم يمشي، ما يمكن مثلا انا يعني ريحة بقي وحشة، او مثلا ريحتي عرق مش عارفة ايه، فالناس بتبعد عني تأذي من الريحة الوحشة دي. ممكن تكون هدومي مثلا مش نظيفة، او في حاجة، او بعمل تصرفات مش كويسة. تمام. مش نظيفة يعني. فالناس بتقرف مني مثلا وتبعد تقوم تمشي، ما بتحبش تقعد جنبي. مثلا حد يقول لا، انا الناس مش بتبعد عني من الناحية دي، بتبعد عني مثلا لما اجي اصاحب حد او اتعرف على حد. ايا كان بنتي، يعني لما اتعرف على بنت جديدة بلاقيها بتبعد عني. طب ابتدي ان انا اشوف ليه بتبعد عني. ما يمكن انا مثلا بتدخل في حاجات ما تخصنيش، او مثلا ببقى لازقة كده بفرض نفسي عليها. تمام. فابتدي اشوف بقى الحاجات الاسباب مع المواقف في نفس الوقت. تمام. ممكن كمان يكون العيب مثلا في
في صفاتي أو أخلاقي مثلًا مش كويسة فالناس بتبعد عني، يعني في ألف حاجة يا جماعة، وابتدي بقى إن أنا أشوف المواقف اللي حصلت وابتدي إن أنا أفرض الاحتمالات اللي ممكن كذا، ممكن كذا، فاهمين؟ طيب هل أنا بقى كل ما يحصل معايا موقف صغير ابتدي إن أنا أعمل كل ده؟ طبعًا لأ يا جماعة، أنا مش هاوجع دماغي كل شوية بالحاجات الصغيرة دي، أنا بس هاستخدم الجزء ده لمّا ألاقي إن أنا باجيب العيب على كل الناس، باقول كل الناس ما أعرفش إيه، كل الناس ما أعرفش إيه، فابتدي إن أنا بقى إيه، أراجع نفسي وأشوف العيب أكيد فيّا مش في كل الناس يعني، خلاص؟ لكن لو حصل موقف يعني مع شخصين 3 لأ، مش هاوجع دماغي أوي، ممكن ماشي أبتدي برضه أراجع نفسي، بس مش هاوجع دماغي أوي، يعني ممكن الشخصين دول يبقى في 100 عُذر عشان يعملوا مثلًا الحاجة دي، أو إن أنا أكون فاهمة غلط مثلًا، أو في سوء تفاهم، حاجة زي كده، تمام؟ بس مش هافضل أراجع لأ أكيد العيب فيّا، أكيد العيب فيّا، مش هافضل أجلد في نفسي كل شوية، أنا بس يعني مش عايزة أقول أجلد في نفسي يعني، بس هاراجع نفسي لمّا ألاقي إن أنا بارمي العيب على كل الناس، خلاص؟ يعني وطبعًا دي حاجة كويسة إن أنا أراجع نفسي على طول، موقف صغير كبير أراجع نفسي على طول. طيب نيجي بقى لتالت جزء وآخر جزء، وهو إزاي أحاسب نفسي أو أراجع نفسي بناءً على الحقيقة أو الطرف التالت. بُصّوا يا جماعة صلّوا على النبي، هو الجزء ده فيه تمثيل خيالي شوية بس هيفيدنا كتير يعني. هو ببساطة إن أنا هاتخيل نفسي شخصين، شخص حاكم عادل وشخص اللي هو مَلَك عادي اللي في الموقف، خلاص؟ والجزء ده بنعمله وقت المشاكل أو المواقف اللي بتحتاج حكم يعني، تمام؟ زي مثلًا لو أنا حصل معايا مشكلة أو موقف معيّن مع حد أو مع شوية ناس، وطبيعي زي أي بني آدمة هافضل أفكّر في الموضوع، وكان لازم أقول كذا، كان لازم أعمل كذا، كان لازم ما أعرفش إيه، فدماغي هتفضل شغّالة. طيب بعد ما هديت بقى وقعدت لوحدي كده، ابتدي بقى أتخيّل الموقف أو المشكلة اللي حصلت دي كفيلم، تمام، وأنا الطرف التالت وباحكم على الفيلم ده أو الموقف ده، تمام. باحكم طبعًا بما يرضي الله، ما ليش دعوة بيّا أنا شخصيًا ولا ليّا دعوة بالناس، أنا شخص حاكم عادل كده باحكم بما يرضي الله. طيب هاحكم إزاي بقى؟ هابتدي إن أنا عادي طبيعي أحكم زي أي حاكم، أبتدي لأ ملك كان معاها حق في كذا، فلان كان غلطان في كذا، لأ ملك غلطت في كذا ما كانش المفروض تقول كذا، فلان كان معاه حق في كذا أو كان غلطان في كذا، تمام؟ فابتديت أشوف مين اللي معاه حق ومين اللي غلطان، لو لقيت بقى في الآخر إن أنا اللي غلطانة لأ أبتدي أعتذر وأصلح غلطي. طيب لقيت الشخص التاني أو الناس التانية هي اللي غلطانة، لا إما أسامحهم لا إما يعني أستنى هُم ييجوا يعتذروا ويصلحوا غلطهم، خلاص؟ فالموضوع فيلم هندي شوية بس يعني بيحل حاجات كتير، وبيخلّيني متصالحة مع نفسي كده، لو أنا غلطانة أعترف إن أنا غلطانة، لو أنا مش غلطانة خلاص، تمام؟ طيب أنا كده خلّصت ال3 أجزاء اللي أنا قُلت عليهم، بس في سؤال دلوقتي، هل أنا هاستخدم ال3 أجزاء دول مرّة واحدة؟ بُصّوا صلّوا على النبي، هو أفضل حاجة إن أنا أحاسب نفسي كل يوم قبل ما أنام كده أراجع اليوم كلّه سريعًا في دماغي، ممكن من غير ورقة وقلم عادي، لو حابين ورقة وقلم ما فيش مشكلة، تمام؟ طيب هاراجع نفسي إزاي؟ بُصّوا هو أنا هابتدي أشوف الحاجات الأساسية في اليوم، مثلًا إن أنا صلّيت ال5 فروض النهارده تمام، لأ نسيت مثلًا فرض فلاني فاقوم أصلّيه، مثلًا النوافل تمام صليتها، لأ نسيت كذا فابتدي أقوم أصلّيها، إيه ده أنا ما قريتش قرآن النهارده، فابتدي إن أنا أقوم أقري مثلًا حاجة صغيرة من القرآن أو على حسب اللي أنا حاباه، مثلًا أفتكر أشوف إيه اللي حصل معايا، أراجع اليوم كده، لو مثلًا غلطت في حد لأ أنا ما كانش المفروض أعمل كذا، فابتدي تاني يوم إن أنا أعتذر من الشخص ده، تمام، أو أصلّح الحاجة اللي أنا عملتها، فأراجع يومي كلّه كده سريعًا، لو في حاجة أقدر إن أنا أعملها دلوقتي أبتدي إن أنا أقوم أعملها، لو الحاجة دي تستنى لبكرة أبتدي إن أنا أصلّحها بكرة، تمام. طيب دي الحاجات على قد اليوم بيومه، إن أنا هاراجع كده سريعًا اليوم بيومه. طيب لو أنا حابة إن أنا مثلًا أراجع شهر كامل، سنة كاملة، أراجع فترة معيّنة، أبتدي إن أنا أجيب ورقة وقلم وأبتدي إن أنا أستخدم 3 أجزاء مع بعض عادي، أبتدي أستخدم جزء 2 على حسب بقى الموضوع يعني محتاج إيه، تمام؟ طيب أستخدم أنهي جزء فيهم؟ بُصّوا يا حبايب قلبي، هو كل جزء مهم في جانب معيّن، وال3 أجزاء بيكمّلوا بعض أصلًا، تمام؟ بس أنا قسّمتهم عشان أضبّط الدنيا كده وأسهّلها عليكم، خلاص؟ ونصيحة من أخت لأخواتها، حاولوا تضيفوا مراجعة النفس أو محاسبة النفس كعادة يومية ليكم، هتفرق معاكم بجد يعني. بس أنا يا جماعة مش عايزة جلد ذات، أنا مش هاجلد نفسي كل يوم، أنا بس مجرد إن أنا هاعرف إيه الحاجات الحلوة وإيه الحاجات الوحشة، إيه الحاجات اللي أنا غلطت فيها فابتدي أصلحها، وإيه الحاجات الحلوة فابتدي إن أنا أحسّن منها وآخد بالي منها، تمام. وممكن كمان إن الموضوع ده يفكرني بحاجة تقوي علاقتي بربنا، زي مثلًا فرض نسيته أو نافلة نسيتها، أو قرآن نسيت مثلًا أقرا قرآن النهارده، أو ذكر نسيت إن أنا أذكر مثلًا ربنا النهارده، أو إن أنا أصلّي على النبي النهارده،
كده يعني تمام. فالموضوع فعلًا هيفرق معاكم وهيساعدكم جدًا خلاص، وإن شاء الله أكون قدرت إن أنا أوصّل لكم المعلومة بشكل كويس وبشكل حلو يحببكم في الموضوع نفسه، وأتمنى تكونوا استفدتوا بأي حاجة قُلتها النهارده حتى لو صغيرة، ويالّا قوموا من دلوقتي راجعوا نفسكم وحاسبوا نفسكم، وتخيلوا كده مميزاتكم وعيوبكم على هيئة مكعبات، إن أنتم بتشيلوا من العيوب دي وبتبنوا بيت من المميزات، وإن شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن إمتى آخد القرار في تطوير ذاتي أو في تطوير نفسي، تمام؟ وبس كده أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.